بيبدأ الفيلم في مطعم مع واحد اسمه بوردت كان بيتكلم مع واحد تاني وبيقول له لو عرفوا اني اتكلمت معاك هيقتلوني، والراجل التاني سأله على معنى جملة الأرنب الجائع. ولما بوردت خلص كلام معاه خرج من المطعم عشان يروح بيته، ولكن فجأة جت عربية من وراه وفضلت تخبط في عربية بوردت لحد ما بوردت وقع من ارتفاع عالي ومات. وبعد كده بنروح لواحد اسمه ويل ومراته لورا كانوا بيحتفلوا بعيد جوازهم وجاب لها سلسلة هدية. واللي بيشتغل مدرس في مدرسة ثانوية ومراته لورا بتشتغل عازفة تشيلو في فرقة موسيقية. واما ده اسمه جيمي يبقى صاحب ويل وكمان هو مدير المدرسه اللي ويل بيشتغل فيها. وفي يوم بالليل ويل وجيمي راحوا نادي شطرنج عشان يلعبوا سوا، وفي الوقت ده كانت لورا بتتدرب مع الفرقه بتاعتها. ولما خلصت التدريب خرجت وراحت عند عربيتها عشان تروح البيت، لكن فجاه جالها واحد وكسر ازاز العربيه وفضل يضرب لورا وكمان اغتصبها، ومفيش حد انقذها لان الشارع كان فاضي. وبعد كده ويل وهو مروح البيت البوليس كلمه وعرفه اللي حصل لمراته وراح بسرعه على المستشفى. والدكتور قالت له ان لورا عندها تمزقات ونزيف داخلي بسبب الاغتصاب والضرب، وهو كان منهار جدا وفضل يعيط بسبب اللي حصل لمراته. واصحابه جم عنده المستشفى عشان يبقوا معاه لو احتاج حاجه. وبعد كده هو مستني في الاستراحه جاله واحد قاعد جنبه وقال له انه يعرف مين اللي عمل كده في مراته، وقال له كمان انه يقدر يخلص عليه. وطبعا هو اللي استغرب من الكلام وساله انت تابع مين بالظبط، والراجل قال له ان اسمه سايمون وهو بيشتغل مع منظمه سريه هدفها تحقيق العداله، وعرفوا انهم يقدروا يساعدوه ويقتلوا الراجل اللي اغتصب مراته ومش هيدفع لهم اي فلوس، لكن في المقابل ممكن انهم يحتاجوا انه ينفذ لهم خدمه بعد كده، زي مثلا انه يكسر كاميرا مراقبه او يوصل حاجه لحد، يعني مجرد حاجات بسيطه. واللي ما كانش عارف يتصرف ازاي، وسايمون قال له فكر براحتك، ولكن لو وافقت روح اشتري من الكافيتيريا نوع شوكولاته معين وبكده هعرف ان انت موافق ان احنا ننتقم لمراتك. واللي فضل يفكر كتير جدا وما كانش عارف يوافق ولا لا، لان لو وافق كده يعتبر بيرتكب جريمه قتل، ولكن شكل مراته وهي في المستشفى متدمره ما كانش بيفارق خياله وقرر انه يوافق. وراح فعلا اشترى نوع الشوكولاته اللي سايمون قال له عليه من الكافيتيريا، وكان في واحد من رجال سايمون في الكافيتيريا بيراقب ويل، ولما شافه بيشتري الشوكولاته راح عرف سايمون ان ويل موافق. وبعد كده الراجل اللي اغتصب لورا كان مروح بيته وكانت معاه السلسله بتاعه لورا لانه طلع انه سرقها منها. ولما دخل البيت كان في واحد مستنيه في البيت بمسدس وقال له انت اغتصبت النهارده واحده ولازم تدفع الثمن، وقال له كمان انا مراتي ماتت من 3 شهور على ايد واحد حقير زيك، وقام ضرب الراجل بالنار وقتله. ولما الراجل قتله خرج اتصل بواحد على التليفون وقال له كلمه الارنب الجائع. وتاني يوم واحد من رجال سايمون راح لويل واداله ظرف، وويل لقى فيه السلسله بتاعه مراته وكمان صوره الراجل اللي اغتصب مراته وهو مقتول، وكان جواه شعور كبير بالسعاده انه قدر ينتقم لمراته. وبعد كده تحريات البوليس قدرت توصل لمكان الراجل اللي اغتصب لورا، ولما دخلوا البيت لقوه ميت سجلوا الواقعة على انها انتحار. ولما لورا فاقت واللي اتكلم معاها وعرفها ان البوليس عارف مكان الراجل اللي اغتصبها وانه انتحر في بيته، وما قالهاش اي حاجة على موضوع سايمون والمنظمة. وبعد يومين لورا خرجت من المستشفى وروحوا البيت، وويل قال لها ما تقلقيش احنا هنعدي الازمة دي مع بعض، وفضل يواسيها ويخفف عنها. وبعد كده بيعدي عليهم 6 شهور، وفي يوم لورا قالت له انها عايزة تشتري سلاح عشان تدافع عن نفسها، وفعلا اشترت مسدس وبدأت تتعلم ضرب النار. وفي يوم كانوا موجودين في صالة بلياردو وسايمون كلمه في التليفون وقال له يقابله بره، ولما ويل خرج سايمون اداله ظرف وقال له عايزك تحط الظرف ده في صندوق بريد عند مدخل حديقة الحيوان. وويل قال له انا كده هبقى عملت لك الخدمة اللي انت قلت عليها ومش هتطلب حاجة مني مرة تانية. وتاني يوم راح عند حديقة الحيوان عشان يودي الظرف، وجات له مكالمة من سايمون وسايمون طلب منه يفتح الظرف. ولما ويل فتح الظرف لقى فيه صور واحدة ست وولادها، وسايمون طلب منه يدخل حديقة الحيوان. ولما ويل دخل شاف الست والأطفال اللي موجودين في الصور، وكان في واحد بيصور الست وولادها وكمان صور ويل وهو بيبص عليهم. وفي نفس اليوم لما ويل كان مروح بيته واحد من رجالة سايمون قابله واداله ظرف ولقى فيه صورة راجل، وكان موجود مع الصور ملف مكتوب فيه إن الراجل ده اغتصب بنات قبل كده. وسايمون كلم ويل في التليفون وقال له بكرة الصبح عربيتك هتلاقيها عطلانة، وطلب منه يركب اتوبيس وينزل محطة اسمها ايرهارت، وعرفه ان الراجل اللي في الصور اسمه والك زاك، والزاك ده بينزل كل يوم من الاتوبيس الساعة 8 الصبح في منطقة ايرهارت عشان يروح شغله. وسايمون قال لويل اول ما والزاك ينزل السلم اللي عند المحطة اضربه وارميه من فوق الكوبري على الطريق والموضوع هيبان كأنه انتحر. ويل طبعا رفض كلامه واتعصب عليه، وسايمون اتجاهل كلامه وقال له بكره تنفذ المهمه، واداله رقم تليفون وقال له لما تنفذ مهمتك اتصل بالرقم ده وقول جمله الارنب الجائع. وتاني يوم ويل لقى عربيته فعلا عطلانه وركب الاتوبيس وما كانش عارف يتصرف ازاي، هل يقتل الراجل ده ولا لا. ولما وصل عند محطه ايرهارت قرر انه ما ينزلش من الاتوبيس عشان مش عايز يرتكب جريمه قتل. وبالليل كان هو ولورا مراته بيتعشوا في مطعم، وسايمون دخل المطعم وراح عند ترابيزه ويل وسلم عليه وفهم لورا انه صاحب قديم لويل من ايام الجامعه، وقال لها انا موجود اليومين دول في المدينه عشان اعزي واحد صاحبي مراته اتقتلت، وقام سايبهم وماشي. وطبعا هو كده بيهدد ويل انه لو ما نفذش المهمه هيقتل لورا مراته. ولما روحوا البيت ويل لقى مكتوب على باب التلاجة كلمه اختار، وفهم ان رجاله سايمون دخلوا بيته وهم اللي كتبوا كده على التلاجة، وفضل يدور في الشقه عشان يشوف لو في حد مستخبي. ونزل الجراج واتصل على سايمون وطلب منه يبعد عن بيته ومراته، وسايمون قال له نفذ المهمه وانا هبعد عنك.
ولما ويل طلع الشقة لقى الباب مفتوح وفكر ان مراته حصل لها حاجة، ولكن لما دخل جوه لقاها كويسة وسألها اذا كانت هي اللي فتحت الباب، فقامت قايله له مش انا اللي فتحته. واللي فهم ان حد من رجال سايمون دخل الشقة وفتح الباب، معنى كده انهم بيوصلوا له رسالة انهم يقدروا يوصلوا لمراته في اي لحظة ويقتلوها. وتاني يوم ركب الاتوبيس، ولكن المرة دي نزل المحطة اللي قالوا له عليها وفضل مستني على الكوبري لحد ما شاف الراجل وهو نازل من الاتوبيس. ولما الراجل قرب منه واللي راح ناحيته وقال له عايز اتكلم معاك، ولكن الراجل اتوتر بسرعه وخاف وقام رامي عليه العجله وهجم على ويل عشان يضربه، ولكن ويل قام موطي بسرعه والراجل توازنه اختل ووقع من على الكوبري ومات. ويل خاف من اللي حصل وطلع يجري بسرعه وركب اتوبيس ومشى من المكان. وبعد كده لما كان في المدرسه سايمون اتصل عليه وقال له انت كده عملت اللي عليك ومش هنطلب منك حاجه تاني. وفي الوقت ده لورا جابت حد عشان يصلح العربيه بتاعه ويل لانها عرفت انها عطلانه، ولكن لما فتحت العربية لقت السلسلة بتاعتها اللي كانت لابساها يوم الحادثة، وهي عارفة ان الراجل اللي اغتصبها سرق السلسلة دي منها. ولما ويل رجع البيت لورا وريت له السلسلة وسألته جابها منين، وقال لها مش هينفع اقول لك دلوقتي، وهي اتعصبت منه وسابته ومشيت. وبعد شوية جاله 2 ضباط وقالوا له انت مقبوض عليك بتهمة قتل واحد اسمه ألان مارش، واخدوه على مركز الشرطة وبدأوا يحققوا معاه. ووروا له فيديو هو نازل على الكوبري من على السلم اللي في محطة ايرهارد، ونزل بعد منه ألان مارش اللي هو الراجل اللي مات اللي سايمون فهمه اللي اسمه والك زاك. وكمان فيديو تاني من كاميرا المراقبة وبيظهر فيه ويل وهو راجع من على الكوبري وبيجري. والظباط سألوه انت تعرف منين ألان مارش، وقال لهم انه ما يعرفوش وعمره ما شافه قبل كده، وفضل يقول لهم انه ما قتلوش. والظباط عرفوه ان في كاميرا تانية في الطريق مصوره الكوبري، وقام ويل قال لهم كويس شغلوا الكاميرا وانتوا هتشوفوا ان انا ما قتلتوش. ولكن الظباط قالوا له للاسف مش هينفع لان احنا ما لقيناش شريط الكاميرا جواها. وقاموا مطلعين تليفون ألان مارش ووروا له الفيديو لما كان في حديقة الحيوان وهو بيبص على ست وولادها، وقالوا له ان الفيديو ده لقوه على تليفون ألان مارش لما مات، وطلع ان الست وولادها دول يبقوا مرات ألان مارش وولاده. وقالوا له ازاي انت بتقول انك ما تعرفوش وبرغم كده في فيديو انت ظاهر فيه على تليفونه. وبنفهم ان واحد من رجال سايمون هو اللي كان بيصور ويل في حديقة الحيوان، ولما ألان مارش مات حطوا الفيديو على تليفونه عشان يثبتوا انه يعرف ويل، وبكده القضية تتثبت على ويل انه قتل ألان مارش بما انهم كانوا يعرفوا بعض. ويل فضل ينكر انه يقتله، وعرف منهم ان ألان مارش اللي مات ده بيشتغل صحفي. وبعد كده رئيسهم في الشغل وصل وقال لهم ان هو هيكمل تحقيق معاه، ودخل عند ويل وفكله كلبشات وقال له اهرب من هنا بسرعه قبل ما يقتلوك. فعلا ويل خرج وهرب من المركز. وبعد كده لورا كلمته في التليفون، ولكن التليفون بتاعه كان مع الضابط لما قبض عليه، والضابط عرفها اللي حصل. وبعد كده ويل راح المدرسه اللي بيشتغل فيها وبحث على النت عن الصحفي ألان مارش، وعرف انه صحفي مشهور، وقرأ خبر ان اصحابه هيتجمعوا النهارده في مطعم تخليدا لذكراه، وعرف عنوان المطعم. وبعد كده راح لمراته لورا مكان شغلها وحكى لها على كل اللي حصل من الاول، وطلب منها تسيب البيت وتروح تقعد في الفندق اللي بيروحوه دايما عشان يبقى مطمن عليها، وهي ادت له فلوس وكمان ادت له المسدس بتاعها. وبعد كده راح المطعم اللي متجمع فيه اصحاب الصحفي، واصحاب ألان مارش كانوا جايبين الحاجات بتاعته اللي كانت على مكتبه وحاطينها في المطعم قدام صورته عشان يخلدوا ذكراه بالحاجات بتاعته. ويل استغل الزحمه وسرق كارت الهويه بتاعه من الحاجات اللي قدام الصوره. وواحده من المكان شافت ويل وطلع انها بتشتغل مع سايمون، وكلمته في التليفون وعرفته ان ويل هنا. ويل راح لاصحاب ألان مارش واتكلم معاهم، وعرف منهم ان ألان مارش كان شغال على قضيه كبيره عن منظمه سريه، وان واحد من اللي كانوا متعاونين مع ألان مارش اتقتل من فتره قريبه. وبنعرف من كلامهم ان الراجل اللي بيتكلموا عليه ده هو بوردت اللي اتقتل في اول الفيلم، يعني ألان مارش كان هو الراجل اللي بيتكلم معاه في المطعم وبيساله على جمله الارنب الجائع. وكملوا كلامهم مع ويل وعرفوه ان ألان مارش كان بيخبي الورق المهم بتاع القضيه، لكن محدش عارف مكان الورق ده فين. وبعد شويه سايمون ورجالته وصلوا المكان، وويل لما شافهم هرب بسرعه وطلع يجروا وراه، وقام عدى من الطريق بسرعه وعربيه كانت هتخبطه لكن قدر يفلت منها ونزل تحت الكوبري. وسايمون وصل فوق الكوبري وكلمه وقال له انا معايا شريط كاميرا المراقبه والشريط ده دليل براءتك، وطلب من ويل انه يطلع عشان يتكلمه، ولكن ويل ما كانش واثق فيه ونزل على الطريق بسرعه عشان يهرب. وفضلوا يجروا وراه ويضربوا عليه نار عشان يقتلوه. وواحد من رجال سايمون وهو بيعدي الطريق عربيه خبطته ومات، وويل قدر يهرب من المكان. وبعد كده واحد من رجاله سايمون راح للورا وفهمها انه ضابط من الشرطه، وقال لها احنا لقينا معلومات بتثبت ان جوزك بريء من القضيه، وطلب منها تيجي معاه. وفعلا راحت معاه وركبت عربيته، وفي الطريق لقت انهم ماشيين من طريق مختلف غير طريق اسم الشرطه، فقلقت منهم وخافت وقامت بسرعه مطلعه بخاخ من شنطتها ورشته في عينيهم وخرجت من العربيه وهربت بسرعه. وبعد كده ويل راح الجريده اللي ألان مارش كان بيشتغل فيها ولقى صورته موجوده في الجورنال ومكتوب ان مطلوب القبض عليه بتهمه قتل ألان مارش. واستخدم كارت الهوية بتاع ألان مارش ودخل بيه لغرفة الصحفيين، وفضل يدور على مكتب ألان لحد ما لقاه، وفضل يدور في المكتب على أي حاجة تخص القضية اللي ألان مارش كان شغال عليها. ولكن واحدة من موظفين المجلة شافته وراحت بسرعة عشان تبلغ حراس الأمن عشان يمسكوه، فقام ويل واخد شوية ورق من على المكتب وخرج بسرعة من المجلة وهرب. وبعد كده لورا راحت الفندق اللي جوزها قال لها عليه، وويل دخل فندق وراح عند غرفة الغسيل وسرق من هدوم هناك فلوس ومفاتيح عربية في الجراج، وراح الجراج وركب العربية. والورق اللي اخده من مكتب ألان مارش كان مكتوب فيه عنوان بنزين على الطريق السريع،
وويل راح عند البنزينة وسأل العامل اللي هناك على ألان مارش ووراله صورته، والعامل عرفه إن ألان مارش مأجر منهم مخزن من المخازن بتاعتهم في الشارع اللي ورا. وويل راح عند المخزن، ولكن عامل البنزينة شاف صورة ويل في التلفزيون لأنه مطلوب القبض عليه، وأما بلغ البوليس وعرفهم إن هو عند البنزينة حاليا. وويل وصل عند المخزن وقام كاسر الباب بالعربية ولقى جوه صندوق فيه اسطوانة، والبوليس وصل عند البنزينة، وأول ما ويل شافهم هرب بسرعة بالعربية وفضلوا ماشيين وراه عشان يمسكوه لحد ما ويل وصل لطريق مسدود، وقام بسرعة غير اتجاهه وبقى في وش عربية البوليس وفضل ماشي بأقصى سرعة، وهم خافوا يتخبطوا فقاموا مغيرين اتجاههم وخبطوا في عربية مركونة لكن ما حصل لهمش حاجة، وويل قدر يهرب منهم. وشغل الاسطوانة في العربية ولقى على الاسطوانة فيديو موجود فيه بوردة اللي مات في الأول، والفيديو ده لما كان بوردة بيتكلم مع ألان مارش في المطعم، وبنفهم من الفيديو ان بوردت بيشتغل مع المنظمه السريه اللي سايمون بيشتغل فيها، وكان بوردت بيقول لألان مارش انهم عملوا منظمه عشان يقتلوا القتله والمغتصبين، وكان كل هدفهم انهم يخلوا المدينه مكان صالح للمعيشه ويخلصوها من اي شر موجود. والراجل كمل كلامه وقال لمارش ان الراجل اللي مسؤول عن الخليه اللي انا فيها بدا يقتل اي حد شايف انه ما يستحقش انه يعيش، وبقى بيستغل المنظمه لحساب نفسه، وبنعرف ان الشخص ده هو سايمون. وبرضه اتعرفوا كمان ان جملة الارنب الجائع هي شفرة بيقولها الشخص اللي نفذ جريمة القتل عشان يبلغ المنظمة ان المهمة تمت، وبنفهم ان سايمون عارف ان بوردت بيكشف اسرارهم لألان مارش، عشان كده قتل بوردت في الاول وقرر انه يخلص من ألان مارش عشان ما يفضحهمش، فعشان كده فهم ويل ان ألان مارش متهم بقضايا اغتصاب عشان يوافق يقتله. وويل دور في الاسطوانة ولقى فيها ملف فيه صور كتير كان ألان مارش مجمعهم عن المنظمة، ومن ضمن الصور كانت صورة جيم صاحبه، وقام رايح لجيم البيت وقال له انا عرفت انك شغال مع المنظمه، وجيم قال له انا انضميت لهم من 15 سنه لما اخويا اتقتل، وانا اللي عرفتهم على اللي حصل للورا عشان يقتلوا اللي اغتصبها، ولكن ما كنتش عارف انهم هيورطوك في جريمه قتل. ويلي ساب جيم وخرج وراح عند العربيه، ولكن جاله واحد وهدده بالسلاح وكان هيقتله، لكن ويلي قام ضربه بسرعه وخد منه السلاح، وعرف ان الراجل ده زيه بينفذ اللي سايمون طلبه منه، وعرف من الراجل ده ان اخته اتقتلت من فتره والمنظمه قتلت الراجل اللي قتلها، وان سايمون هو اللي طلب منه دلوقتي انه يقتل ويل. ويل خد من الراجل تليفونه وسابه يمشي، وبعت لرقم سايمون جزء من الفيديو في رساله، وبعد كده اتصل بيه وقال له انا عرفت عنك كل حاجه واقدر اسجنك، ولو انت عايز تاخد الفيديو سلمني شريط كاميرا المراقبه بتاع الكوبري اللي بيثبت براءتي، وطلب منه يقابله الساعه 5 في الاستاد وقال له يجي لوحده. وبعد كده جيم عارف مكان لورا لانه عارف الفندق اللي هم متعودين يقعدوا فيه، وراح لها الفندق هو ورجاله سايمون وخطفوها. والساعه 5 سايمون وصل الاستاد واتصل على ويل، ولما ويل قابله سايمون وراله فيديو كاميرا المراقبه اللي على الكوبري، وكان واضح في الفيديو ان ألان مارش هو اللي اتهجم على ويل في الاول ووقع غصب عنه من على الكوبري، يعني ويل مش هو اللي زقه وقتله. وكمان سايمون ورا لويل صوره مراته وهم مكتفينها وقال له لو عايزها تعيش تعالى معايا، واخد ويل وراحوا مكان مهجور جنب الاستاد، وسايمون اخد منه الاسطوانه اللي عليها الفيديو والصور، وويل قال له انت شخص مريض ومجنون، وسايمون قال له انا السبب ان المدينه مش في حاله فوضى، وانا مهمتي ان انفذ العداله ومن غيري الجرائم هتزيد في البلد، وامر رجالته يقتلوا ويل ومراته، لكن جيم قال له احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا انك هتاخد الاسطوانه وهتسيبه هو ولورا يمشوا. وسايمون قال له لو سيبناهم عايشين هيبلغوا عننا لازم نقتلهم، فقام جيم بسرعه قتل واحد من رجال سايمون، وويل زق واحد تاني ووقعوا من على السلم والراجل مات. وجيم حاول يقتل سايمون وقال له انا ما انضمتش للمنظمه عشان اقتل ناس ملهاش ذنب، ولكن سايمون هجم عليه بسرعه وقدر يقتله، ولورا حاولت تهرب بس سايمون مسكها، وويل جرى بسرعه ومسكه وفضل يضربه وكان هيقتله، لكن لورا ندهت عليه عشان تفوقه لانها مش عايزه جوزها يرتكب جريمه قتل، ولما ويل بص لها وهي بتكلمه سايمون استغل انشغاله وقام بسرعه ضربه ووقعوا هما الاثنين من على السلم. سايمون قام واخد المسدس وكان هيقتل ويل، لكن لورا بسرعه مسكت مسدس وفضلت تضربه بالنار لحد ما مات. ولما ويل ولورا جم يخرجوا جالهم الضابط اللي كان هربوا من اسم الشرطه، وطلع ان الراجل ده هو رئيس سايمون في المنظمه، وقال لويل انه هيرتب اللي حصل هنا وهيفهم البوليس ان جيم وسايمون هما اللي قتلوا بعض، وقال له انا عرفت ان سايمون بقى بيستغل المنظمه لحساب نفسه، واخد شريط الفيديو اللي بيثبت براءه ويل وعرض على ويل انه يشتغل معاهم في المنظمه لانهم محتاجين واحد زيه، ولكن ويل رفض. وبعد كده جه في الاخبار ان تم تبرئه ويل من جريمه القتل بعد ما البوليس وصل لشريط كاميرا المراقبه اللي بيوضح ان ألان مارش هو اللي هجم على ويل ووقع غصب عنه من على الكوبري. وبعد كذا يوم ويل راح للمجله اللي ألان مارش كان بيشتغل فيها وقابل صحفي من اصحاب ألان مارش، وطلع انه كان عامل نسخه من الاسطوانه واداله الاسطوانه اللي عليها الفيديو والصور اللي بتثبت جرائم المنظمه، وقال للصحفي انتوا لازم تكملوا اللي ألان مارش عمله عشان تقضوا على المنظمه بالكامل. ولكن لما جاي يمشي الصحفي نده على ويل وقال له كلمه الارنب الجائع، معنى كده ان الصحفي هو كمان بيشتغل مع المنظمه. وخلص الفيلم. بيبدأ الفيلم مع مركب صيد في مدينة مارسيليا الفرنسية،
والصيادين شافوا واحد طايف على الميه وسحبوه للمركب، وطلع انه لسه عايش وكان مضروب 3 طلقات في ظهره، والشخص ده يبقى جيسون بورن. والصياد بدأ يعالجه وخرج الرصاص من جسمه، ولاحظ ان موجود في رجله شيء صلب، فقام عامل جرح صغير بالمشرط وطلع من رجله كبسولة، ولما ضغط على الكبسولة طلع منها نور احمر، والنور عمل كتابة على الجدار وطلع انها كبسولة بيانات ضوئية ومكتوب فيها رقم حساب بنكي في مدينة زيورخ السويسرية. وجيسون بورن فاق وهجم على الصياد وقال له انا فين وانت مين؟ والصياد قال له احنا لقيناك في المية وطلعنا 3 طلقات من جسمك، ووراله الكبسولة وعرفه ان فيها رقم حساب بنك. وجيسون بدأ يدروخ، والصياد حاول يهديه وقال له انت محتاج ترتاح وما تقلقش انا مش هأذيك، وسأله على اسمه ورد عليه قال له معرفش، وطلع انه فاقد الذاكرة واغمى عليه من التعب. وبعد كده بيظهر واحد اسمه كونكلين، مسؤول كبير في المخابرات الامريكيه، والمساعد بتاعه جاله وقال له عمليه فرنسا فشلت، وكونكلين كان ماسك في ايده صوره يخت. وعدى اسبوعين وجيسون كان لسه ما افتكرش اي حاجه عن نفسه، وده مخليه منهار لان المفروض المركب هتوصل مارسيليا بكره وهو معهوش ورق ولا حتى عارف اسمه. وتاني يوم الصياد اداله فلوس وقال له دول هيكفوك لحد ما توصل زيورخ. وجيسون نزل من المركب وركب قطر، وبالليل وصل زيورخ ونام في الشارع، وجاله 2 ضباط سالوه على اوراقه، ولما ما لقوش معاه ورق قرروا ياخدوه على مركز الشرطه، ولما جم يمسكوه لقى نفسه ضربهم بشكل تلقائي وكان مستغرب من اللي عمله وطلع بسرعه يجري من المكان. وتاني يوم نائب مدير المخابرات قال للمساعدين بتوعه ان وامبوسا قال امبارح للتلفزيون الفرنسي ان المخابرات الامريكيه حاولت تقتله في اليخت بتاعه، وقال انه هيكشف كل الادله في الايام الجايه. وبنعرف ان وامبوسا ده كان رئيس دولة أفريقية قبل كده، لكن حصل عليه انقلاب واتشال من منصبه، وهو حاليا عايش في فرنسا وبيهدد المخابرات الأمريكية يا إما يرجعوه لمنصبه خلال 6 شهور يا إما هيفضح كل الجرائم اللي عملوها في أفريقيا. وبعد كده راح واحد اسمه وارد أبوت، وده واحد من ضمن مساعدين نائب مدير المخابرات، وراح يقابل كونكلين وقال له لازم تصلح اللي انت عملته، وطلع ان هو اللي امر كونكلين انه يقتل وامبوسا، والكلام ده حصل بدون علم مدير المخابرات. وكونكلين قال له انا بقالي اسبوعين مش عارف اوصل للراجل بتاعنا ومش عارف هو مات ولا لسه عايش، وبنفهم من كلامهم ان الراجل ده هو جيسون بورن وهم كانوا بعتوه عشان يقتل وامبوسا. وبعد كده جيسون راح البنك وادى للموظفة رقم الحساب اللي في الكبسولة، وفتح الخزنة ببصمة ايده، ومحتويات الخزنة كان باسبور امريكي باسم جيسون بورن وعقد ايجار شقة في باريس باسمه. وفرح انه اخيرا عرف اسمه، لكنه لقى جيب سري في الخزنة وكان موجود جواه مسدس وفلوس كتير بعملات مختلفة، وكمان موجود كذا باسبور عليهم صورته لكن باسامي مختلفة وبجنسيات دول كتير جدا، وكان في كارت مكتوب عليه اسم جون مايكل كين. وطبعا هو ما كانش فاهم اي حاجة وحط الحاجات كلها في شنطة وساب المسدس وخرج من البنك. وكان في موظف مركز معاه وبيراقبه وكلم المخابرات الامريكيه وعرفهم ان جيسون بورن موجود في زيورخ. ولما جيسون خرج في ضباط بوليس شافوه واشتبهوا فيه لان الضباط اللي ضربهم امبارح بلغوا عن اوصافه، وفضل يمشي لحد ما وصل عند السفاره الامريكيه ودخلها بالباسبور اللي معاه، والبوليس ما عرفش يدخل وراه. ولما دخل السفاره كان في بنت المانيه اسمها ماري بتحاول تطلع فيزا لامريكا لكن ما كانتش عارفه بسبب نقص الفلوس اللي معاها. وجيسون شاف ناس مركزه معاه وواضح انهم تبع المخابرات، وكان هيمشي بس واحد منهم نده عليه، لكن قبل ما يمسكوه ضربهم وخد سلاح واحد منهم وطلع يجري، وضرب حارس امن وخد منه اللاسلكي وخد خريطه ادوار السفاره، والجنود قفلوا كل المخارج واستعدوا بكل اسلحتهم، وهو كان سامع تحركاتهم في اللاسلكي وعرف هم طالعين منين، ومشى من ادوار مختلفه وفضل يطلع السلالم لحد ما وصل لدور لسه ما اكتملش بنائه، ونزل من على السلم المكسور وفضل يتحرك على الجدار لحد ما وصل للارض. وهو ماشي شاف ماري وقال لها انا عارف انك محتاجه فلوس ولو وصلتيني لباريس هديكي 20,000 دولار، بس هي ما كانتش مصدقاه لان مش منطقي ان حد يدفع المبلغ ده عشان مجرد توصيله. وهما بيتكلموا عدت عربيه بوليس من الشارع وجيسون لف وشه بسرعه عشان ما يشوفهوش، وماري فهمت انه هربان وقالت له انا مش ناقصه مشاكل، لكن في الاخر وافقت عشان محتاجه فلوس. وبعد كده كونكلين وصل سويسرا وشغل تسجيلات الكاميرات وشاف جيسون وهو بيركب عربيه ماري وجابوا تاريخها كله قدامهم، وقال للمساعدين بتوعه يراقبوا كل الناس اللي هي عرفتهم في حياتها. وبعد كده بنت اسمها نيكول تبقى مسؤولة إرسال البيانات في المخابرات، ونيكول دي بعتت صورة جيسون وماري ل3 قتلة مأجورين بيشتغلوا مع المخابرات عشان يقتلوهم. وبعد كده ماري سألته على اسمه وعرفها إنه مش فاكر أي حاجة ومش عارف هو مين، وهي ما كانتش مصدقاه. وبعد شوية حس إنه مرتاح لها وراحوا مطعم عشان يتعشوا، وحكى لها كل اللي حصل معاه من الأول وورى لها الباسبورات والفلوس اللي معاه، وقال لها أنا حاسس إنه قوي وعنده القدرة على الجري لمسافات كبيرة وقادر أركز في تفاصيل كتير حوالينا، بس مش فاهم أنا ليه حاسس بكده ومش عارف أنا مين بالظبط. وتاني يوم وصلوا باريس ووقفوا قدام شقته اللي لقى عنوانها في خزنة البنك، وادالها باقي فلوسها وقالت له انا هفضل معاك شوية عشان لو احتجت توصيلة تانية، وكان واضح عليها انها بدأت تتعلق بيه.
وطلعوا الشقة وفضل يدور على أي حاجة مهمة لكن ملقاش حاجة، وشغل التليفون وشاف آخر رقم تم الاتصال بيه وطلب الرقم، وطلع إن ده رقم فندق اسمه ريجينا، وسألهم إذا كان في نزيل عندهم اسمه جيسون بورن وقالوا له مفيش حد بالاسم ده، وسألهم عن اسم مايكل كين اللي مكتوب على الكارت اللي في الخزنة، وموظف الفندق قال له مايكل كين كان نزيل عندنا لكن من أسبوعين أخوه جالنا الفندق وقال لنا إن مايكل كين مات في حادثة واستلم الشنط بتاعته. وبعد شوية وهو بيتكلم مع ماري واحد اقتحم الشقة وحاول يقتله، وبعد ضرب كتير بينهم جيسون قدر يضربه وثبته على الأرض وسأله أنت مين ومين اللي بعتك، وخد الشنطة بتاعته واداها لماري عشان تدور فيها، والراجل ده من ضمن الناس اللي المخابرات بعتوهم عشان يقتلوا جيسون، وماري لقت في الشنطة صورهم هما الاتنين وكانت خايفة جدا، وجيسون فضل يهديها، والراجل أمن على الأرض بسرعة ورمى نفسه من الشباك، ونزلوا شافوا الراجل ميت وهربوا من المكان. وفي الوقت ده وانبوسا عرف ان الراجل اللي حاول يقتله متسجل في فرنسا باسم مايكل كين، وعرف انه مات، فقرر انه يروح المشرحة عشان يشوف جثته، بس ملامح الجثة كانت مشوهة وشاف ظهر الجثة، وقال لرجالته مش هو ده اللي حاول يقتلني لانه اتضرب عليه رصاص في ظهره لما حاول يقتلني على اليخت. وانبوسا فهم ان المخابرات الامريكية حطوا جثة شخص مجهول عشان هو ما يعرفش هوية الشخص اللي حاول يقتله. وبعد كده جيسون قال لماري لازم تروحي للبوليس لان وجودك معايا مش امان، وقال لهم ان انا خطفتك، وقالت له البوليس مش هيصدقني، وطلبت منه يجي معاها عشان يقول لهم اللي حصل، بس هو قال لها مش هينفع اجي معاكي لان لازم افضل هنا عشان افهم ايه اللي بيحصل ولازم اعرف مين اللي بيحاول يقتلني، وقالت له انا مش هروح لوحدي وهفضل معاك. وبالليل راحوا فندق بعد ما اتخلصوا من العربية، وماري قصت شعرها عشان محدش يعرفها، وكان واضح انهم بدأوا يحبوا بعض. وفي الوقت ده كونكلين أمر قاتل مأجور اسمه البروفيسور إنه يقتل وانبوسا عشان ما يعملش مشاكل للمخابرات، وتاني يوم الصبح البروفيسور قتل وانبوسا في بيته. وبعد كده جيسون وماري عرفوا اسم المستشفى اللي فيها جثة مايكل كين، وراحوا المشرحة بتاعة المستشفى بس ما لقوش الجثة، وعرف من كشوفات الزيارة إن وانبوسا زار المشرحة وشاف الجثة، وجيسون ما كانش فاهم حاجة، وقدروا يعرفوا عنوان وانبوسا، وقرر يروح له بيته عشان يفهم ايه العلاقة بينهم، لكن لما وصلوا عند البيت عرفوا انه مات، وقرأ في الجورنال ان وانبوسا اتعرض لمحاولة اغتيال من اسبوعين على اليخت بتاعه في مارسيليا، وجيسون ربط الخيوط ببعضها وفهم انه بيشتغل قاتل مأجور، وان هو اللي حاول يقتل وانبوسا بأمر من المخابرات، وهو وماري كانوا مصدومين من اللي عرفوه. وفي الوقت ده كان البوليس منتشر في كل مكان، وجيسون وماري شافوا صورتهم هما الاتنين ومكتوب ان مطلوب القبض عليهم، وماري كانت خايفة ومش عايزة تفضل معاه، وقال لها وجودنا هنا خطر، ووعدك اني هسيبك ومش هتشوفيني تاني، بس الاول هوديك لاي مكان انت عايزاه عشان اطمن انك هتكوني في امان. وفضلوا ماشيين لحد الصبح، وقالت لجيسون ان في واحد صاحبها اسمه ايمون عنده بيت على حدود مدينة باريس، وهو مش بيروح البيت ده غير في الاجازات، وقالت له احسن حل ان احنا نروح هناك نقعد يومين لحد ما نشوف هنتصرف ازاي. واتصلت على رقم بيت ايمون زميلها ومحدش رد على التليفون، وبكده هي اتاكدت انه مش موجود في البيت، وسرقوا عربية وراحوا عند البيت، لكن بعد شوية لقوا ايمون وصل هو وولاده، واستغرب من وجودها، وقالت له انا كنت فاكرة انك مش قاعد هنا اليومين دول وكنت عايزة ابات هنا لحد بكرة، وايمون وافق انهم يباتوا عنده. والمخابرات كانوا مراقبين تليفونات كل الناس اللي ماري عرفتهم في حياتها، وعرفوا ان تم الاتصال برقم ايمون صاحبها من تليفون على حدود باريس، وفهموا انها راحت بيته اللي على الحدود، وادوا العنوان للبروفيسور عشان يروح يقتلهم. وتاني يوم كانوا بيستعدوا عشان يمشوا، بس ولاد ايمون قالوا انهم مش لاقيين الكلب بتاعهم، وجيسون فهم ان حد قتل الكلب وانهم في خطر، وقال لايمون ياخد ولاده وينزل البدروم بسرعه، وخد بندقيه من البيت وخرج بره وبدا يجري، والبروفيسور كان موجود بره البيت وشاف جيسون وضرب عليه نار بس ما عرفش يصيبه، ولما لقى جيسون بيقرب منه جرى عشان يهرب، وجيسون وصل له وضرب عليه رصاصه وقرب منه وضرب عليه رصاصه تانيه، وسأله مين تاني جاي معاك، والبروفيسور قال له انا زيك بشتغل لوحدي، وجيسون استغرب من كلامه وسأله قصدك ايه، فالبروفيسور قال له انا وانت جزء من برنامج تابع للمخابرات اسمه تريد ستون، والبرنامج ده هو اللي انا وانت اتدربنا فيه، لكن البروفيسور مات قبل ما يكمل كلامه. وجيسون خد شنطة البروفيسور وراح لماري واداها كل الفلوس اللي معاه، وساب معاه جزء من الفلوس عشان يعرف يمشي نفسه، وقال لها لازم تبعدي عني في اسرع وقت، وهي ما كانتش موافقة انها تسيبه، بس هو فضل يقنعها وقال لها امشي وابدأي حياة جديدة، وفي الاخر وافقت ومشت. ولقى فيها تليفون وطلب الرقم المتسجل على التليفون، وطلع ان ده رقم كونكلين، وجيسون قال اللي انتوا بعتوه مات وانتوا مين وعايزين مني ايه بالظبط، وكونكلين قال له تعالى واحنا هنحل كل حاجه، بس قبل ما يكمل كلامه جيسون قال له قابلني الساعه 5 عند كوبري بوند في باريس، بس اهم حاجه تعالى لوحدك، ولما توصل اقلع الجاكيت بتاعك على الكوبري عشان اعرفك وانا هكلمك تاني، ونهى المكالمه. وبعد كده كونكلين وصل عند الكوبري ورجالته كانوا موجودين في كل مكان، وجيسون كان بيراقبهم من بعيد، واتصل على كونكلين وقال ده انا قلت لك تيجي لوحدك وانا دلوقتي هختفي ومش هتعرف توصل لي، ولما نهى المكالمه حط جهاز تتبع في العربيه اللي كونكلين وصل بيها. كونكلين وصل للمنزل الآمن في باريس اللي المخابرات بيديروا منه عملياتهم، وقال لنيكول تمسح كل البيانات اللي موجودة على الأجهزة وتقطع كل الورق.
وبعد شوية جيسون وصل عند مكانهم وطلع على مواسير ودخل البيت وفصل الكهرباء، ووصل عند كونكلين وهدده بالسلاح وقال له ايه هو برنامج تريد ستون وليه عايز تقتلني. وكونكلين اتنرفز عليه وقال له انت ملك امريكا واحنا صرفنا عليك 30 مليون دولار عشان ندربك وعشان تنفذ اللي نقولك عليه، لكن انت بوظت كل حاجه في مارسيليا وكان المفروض تقتل وامبوسا، ولما كل حاجه باظت والموضوع اتكشف كان لازم نخلص منك ونقتلك. وساله ايه اللي حصل في مارسيليا وجيسون عرفه انه مش فاكر اي حاجه، وكونكلين اتعصب عليه وقال له لازم تفتكر. وبعد شويه جيسون بدأ يفتكر، واللي حصل يومها انه دخل اليخت بتاع وامبوسا عشان يقتله وفعلا وصل له وحط المسدس على دماغه، لكن قبل ما يقتله شاف ولاد وامبوسا نايمين جنبه في الاوضه فما قدرش انه يقتله قدام ولاده وقرر انه ما يقتلوش وخرج. بس وهو خارج حارس الامن شافه وضرب عليه نار ووقع في الميه، وبعد كده الصيادين لقوه زي ما شفنا في اول الفيلم. وجيسون قال لكونكلين انا مش عايز اعيش الحياه دي مره تانية، وكونكلين قال له مش بمزاجك انت ملكنا وهتفضل ملكنا طول عمرك. وجيسون ضربه وقال له انت هتقول لرؤسائك ان جيسون بورن مات ولو حاولتوا تدوروا عليا هقتلكم كلكم، وضربوا على دماغه. ورجاله كونكلين وصلوا عند جيسون وهو ضرب واحد منهم وقتل التاني، وواحد تحت ضرب عليه نار بس الرصاص جه في زميله، وجيسون نط من على السلم وهو ماسك جثه الراجل وقتل الراجل اللي تحت، وقع على الارض وكان بيتألم لكن قدر يقوم وخرج برا البيت. وكان في واحد من اللي شغالين مع المخابرات كان مستني برا البيت وقتل كونكلين لما خرج، واللي امره يقتله هو ابوت المدير اللي بيرقص كونكلين، وقتل كونكلين عشان ما قدرش يدير المهمه بشكل سليم وخالف تعليماته واتصرف من دماغه. وبعد كده جيسون عرف مكان ماري وكانت عايشه في دوله تانية ووصل لها، ولما شافته فرحت جدا كأن روحها رجعت لها وفضلوا عايشين مع بعض.